زي ما هو مكتوب. النهارده هنتكلم على مش بس اكزit تيكتس، هنتكلم على فايدة الاكزit تيكتس. فهنتكلم سريعا على ايه هي انواع الاسسمنتس اللي احنا بنتعرض لها في خلال الحصص، وازاي اجمع evidence for learning، وهنعرف الكلام ده يعني ايه in a second. الأول أقدم لكم نفسي. منكم اللي يعني ما يعرفش ستيميفاي أكاديمي أو ما يعرفش المدربين بتوعنا، أنا اسمي علا فرج. السنة اللي جاية دي هتبقى السنة ال21 ليا في مجال التعليم، سنين طويلة قوي. أنا سيرتيفايد ستام ترينر من ستام دوت كوم، سيرتيفايد ترينر من سي بي دي أو Continuous Professional Development، دي هيئة كده في يو كي بتدي آه، ما شاء الله، بتدي اعتمادات للمدربين الدوليين. يعني انا معتمده دوليا، وبالنسبه لي انا وساره، وساعات اللي احنا بنديها لكم دي ساعات معتمده من هيئه دوليه على مستوى العالم كله. تقدروا تخشوا عندنا على الويب سايت عشان تشوفوا الاعتمادات دي. انا كمان مدربه الستيم كورس اللي موجود في ستيميفاي اكاديمي. نورتونا جميعا، وان شاء الله تستمتعوا معانا، وان شاء الله نكون بنفيدكم بالورش المستمره اللي احنا بنعملها، وخليكم معانا عشان نكمل. آه، الاول اكتيفيتي صغنطط كده. انت بتدخلي الكلاس روم، بتدخلي الفصل بتاعنا عادي جدا جدا جدا. بعد ما تخلصي الحصه بتسالي اسئله. ازاي بتحكمي او بتحكم حضرتك على الطلبة بتوعك ان هم فهموا؟ مش بس بنحكم، ازاي بتجمع ادلة على الفهم ده. نمسح الكيو ار كود ده، معلش هرجع لكم تاني. ايه ده؟ نمسح الكيو ار كود اللي موجود ده علشان هيدخلكم على بادلت اكتيفيتي. اوكي، وهبعت لكم وهبعت لكم بتنزل على اوكي. وهبعت لكم حالا اليو ار ال بتاعه. انا هبعت اليو ار ال في او يعني العنوان بتاع البادلت اللي احنا نقدر نكتب فيه في الشات بتاع الزوم حالا اهو، علشان اللي منكم مش قادر يعمل سكاننج للكيو ار كود. ادي الكيو ار كود، ادي اليو ار ال. انا هعمل شيرنج لشكل البادلت عشان تشوفوا معانا الاجابات. ادي البادلت الاولاني. هو ببساطه شديده احنا بنسال ازاي تعرفوا ان الطلبه بتوعكم فهموا. مش بس نعرف يا جماعه نجمع ادله على الفهم ده. اوكي. using different exit tickets like direct questions or cards. برافو، دي طريقة ان انا استخدم الاكزit تيكتس او الاكزit سليبس. عموما دي طريقة مشهورة جدا. الاكزit تيكت او تذكرة الخروج دي معناها سؤال او سؤالين، وليها طرق كتيرة واستراتيجيات كتيرة هنتكلم عن بعضهم النهاردة. بديهم للطلبة 5 دقايق قبل نهاية الحصة. دي اول طريقة. مم. التقييم، اي نوع من انواع التقييم، برافو. من خلال التقييم المستمر وطرح الأسئلة موجهة ورؤية تفاعلهم الفعلي، حل تمارين بأنفسهم، رائع. من خلال إجابة أسئلة ومراجعة ويقولوا معايا، تمام. طريقة الأسئلة وملاحظاتهم أثناء الشرح، برافو. pop quiz and a question. very good. جيمز، حلو جدا. الجيميفيكيشن هي واحدة من أشهر الاستراتيجيز اللي موجودة دلوقتي. ناس كتير بتسأل عليها، بتسأل ازاي نطبقها. فكرة الجيميفيكيشن واحدة من الاستراتيجيات اللي احنا بناخدها whether مع الاي اي كورس او مع كورس الستيم.
بسألهم أسئلة وبطلب منهم مهمة، جميل. also used affirmative assessment، حلو جدا، عن طريق مشروع أو تطبيق عملي. هل المشروع أو التطبيق العملي بياخد آخر حصة؟ يعني ده التقييم لحصة واحدة؟ احنا بنتكلم during one session. هل مشروع أو حصة، ده مشروع كامل ده، هو تقييم لحصة واحدة من خلال أنشطة تكوينية ونهائية. وورد وول از جيم، حلو جدا، الوورد وول بيبقى جميل. تقييم أوراق عمل وألعاب، حلو قوي قوي قوي. احنا كده شفنا الإجابات اللي موجودة. خلينا نرجع للبرزنتيشن تاني علشان نتكلم على حاجة. رقم واحد، ما اقدرش اطلب مشروع كامل يتعمل جوه فصل الا لو كان المشروع ده عباره عن اكتيفيتي صغير، مش بروجكت لايك سمول موديل صغير او نموذج صغير، ده يبقى تمام. رقم اتنين، ما اقدرش اخرج بره الكلاس روم بتاعي وانا اخر حاجه قايل لهم ها فاهمين، كلهم هيرفعوا ايديهم عشان يخلصوا مني، احنا فاهمين، احنا تمام. ده ما ينفعش. رقم ثلاثة، في انواع من التقييم، مش بس الاكزit تيكتس، في حاجات كتيره قوي المفروض بتتعمل في اخر الحصه بتاعتنا، وده اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. تمام. فاحنا مش بنتكلم على نهايه الحصه بتاعت فهمتوا ولا لا، ومش بنتكلم على نهايه حاجه كبيره زي بروجكت بيزد ليرنينج او ستيم يونت. احنا بنتكلم في حصه واحده. كل حصة عندك عادتك كمدرس، أو الروتين بتاعي اللي أنا معودة الستودنتس بتوعي عليه، الروتين اللي أنا بتأكد وبجمع عليه أدلة، وهقول لكم دلوقتي إحنا ليه بنجمع الأدلة دي. بجمع عليه evidence for learning، أو أدلة على العملية التعليمية. فأنا مش بس بسأل سؤال، مش بس بعمل كويز، مش بس بحط اكزit تيكت على الرغم من أهمية كل الحاجات دي. لا، انا كمان في خطوات بتترتب عليها الاكزit تيكت اللي انا باخدها، او اخر مرحله من مراحل حصتي. خطوات في حصه بكره بتترتب على الخطوه دي. تمام. طب الاول نعرف ان احنا عندنا انواع للتقييمات. ماشي، انا دايما بتلخبط في العربي، هو تقييم ولا تقويم؟ بس احنا عندنا نوعين. نوع اسمه formative assessment، وبيسموه باللغة العربية تكويني. تكويني ليه؟ لأنه بيحصل دايما في خلال التعلم، أثناء العملية التعليمية. لازم يكون بيتكرر كل شوية. يعني أنا مجزأة الحصة بتاعتي لخطوات، الميثودولوجي الكبيرة بتاعتي أو طريقة التعليم الكبيرة بتاعتي مقسماها لاستراتيجيات أصغر وأجزاء أصغر. بعد كل جزء لازم يبقى فيه تقويم تكويني. تمام. لازم كل خطوة يحصل فيها فيدباك. لازم أنا كمدرس ما اديش هم 70% جاوبوا حلو ممتاز خلاص بقى اتنقل للجزء اللي بعده. لا، لازم يبقى في لحظة اسمها فيدباك. كلمة فيدباك يعني ايه؟ انت عملت ايه كويس فيه، او جاوبت ايه كويس في السؤال ده؟ ايه اللي ممكن يتحسن؟ ما بقولش غلط. في الفورماتيف اسسمنت ما بقولش غلط خالص، بقول ايه اللي ممكن يتحسن. وتالت حاجة ازاي احسنه، لازم يكون في فيدباك. تمام. طيب بعد كده السماتيف اسسمنت. سماتيف اسسمنت بيبقى في نهاية درس، في نهاية يونت، بيقيس بأرقام. فبيديني evaluation، quantitative evaluation كده هوت. ماشي. كمية، رقم بيدهوني يعبر لي عن مدى التعلم. تمام. وبعد كده بيبتدي يقارن الفورماتيف اسسمنتس والدرجات اللي طالعه منه بالسماتيف اسسمنت الختامي دي، عشان اعرف هل في جابس في النص المفروض احسنها في الفتره اللي بعديها، واذا ان كانت بقى اليونت اللي بعديها او الليسن الكبير اللي بعديها او حتى الترم اللي بعديها. اتعرف على الجابس او الفجوات الاكاديميه اللي عندي وابتدي اقومها. فحتى التقويم النهائي يا جماعه مش حاجه باخد درجات وخلاص كده بتترمي للولاد، لا، لازم يكون في خطوات بعديها أعملها بعديها لاحقة. لازم يبقى في تحليل، لازم يبقى في learning plan
احسن العمليه التعليميه بتاعتي اللي حصلت في الفتره اللي فاتت دي ازاي. تمام. فاحنا السيشن بتاعتنا دي على اهميه الايفيدنس، الدلائل اللي انا باخدها على العمليه التعليميه او دليل التعلم بتاعي، والخطوات اللاحقه بتاعته، اعمل ايه بعد كده. تمام. عشان كده دايما بقول للمدرسين اللي بيتدربوا عندي، الاكزit تيكت دي مش بتترمي وبتتلم وخلاص، بتترمي في الدرج بتاعي وادي كده الدليل بتاعي ان انا ان هم فهموا. لا، انا بعدها بصححها بحللها علشان خاطر اعرف كام في المية عندي مشي العملية التعليمية بتاعته مظبوط، وكام في المية ما مشيتش مظبوط، واقدر الخطوة البلان بتاعت الدرس اللي جاي اللي انا اوريدي عاملاها اقدر اعدل فيها بناء على ده. ده ده بيديني ريفلكشن او نظرة تأملية للخطوة اللي جاية، الخطوة اللي انا هعملها بعد كده. فبتبقى مهمة جدا. فالevidence of learning هي أدلة باخدها بحللها عشان تحدد لي ايه الخطوة اللي جاية اللي انا هاخدها مع الطلبة بتوعي. تمام. في طلبة بيبقوا ماشيين ممتاز في الطريقة التعليمية بتاعتي او في الاستراتيجية اللي انا بحددها. في طلبة تانيين ما بيبقوش ماشيين في الاستراتيجية دي صح، فاضطر اغير الاستراتيجيات بتاعتي. تمام. في طلبة بيبقوا ماشيين بطريقة متوسطة، فاقدر اعدل الاستراتيجيات بتاعتي دي بحيث تناسب طبيعة تعلمهم اكتر. فادي الخطوات اللي انا باخدها بعد الاكزيت تيكت او بعد الفورماتيف اسسمنت اللي انا باخده بعد كل خطوه. كل ما المعلم بتاعي بيزداد خبره، كل ما بتكون طرق الرد او الخطوات اللي بياخدها كردا على الفورماتيف اسسمنت دي سريعه اكتر. يعني كل ما بتزداد خبره بما ان انت بتجربي وبتخطئي وبتعدلي ترايل اند ايرور. احنا بنتعامل مع بني ادمين، والبني ادمين اللي احنا بنتعامل معاهم كل سنه بيتغيروا بطريقه بسرعه مذهله. تمام. فلازم انا طريقه تعليمي تتغير معاهم ومع شخصيتهم، تبقى ادابتيف لشخصيتهم. فدي وظيفه الفورماتيف اسسمنت. بجمع ادله منه ليه؟ علشان اعدل طريقه تدريسي بما يتناسب مع المتعلم بتاعي، فانجح في طريقه الوصول ليه بطريقه اسرع. وكل ما بعمل الخطوات دي او الفورماتيف اسسمنت واحللها بطريقه صح. تمام. حاضر هقول لك نتكلم عن ايه. واعدلها بطريقه صح كل ما كانت العمليه التعليميه بتاعتي انجح. احنا النهارده بنتكلم على ازاي اجمع ادله التعلم. تمام. في نهايه الليكتشر دي حضرتك هتمشي بازاي اعرف احلل ادله التعلم واجمعها صح، وايه الخطوات اللي اقدر ابنيها عليها، وايه هي انواع الاكزيت تيكتس. انواع واستراتيجيات الاكزيت تيكتس كتيره هنتكلم عليها in a second. تمام. يبقى انا عندي نوعين من التقييم، وظيفه كل واحد مفهومه ومعروفه. الاولاني ازاي بعمل طول ما انا ماشيه في السيشن بتاعتي او طول ما انا ماشيه في حصتي، ازاي اتاكد ان الطلبه واجمع ادله ان الطلبه ماشيين معايا صح. بما ان الطلبه بيمشوا معايا صح بنسبه كبيره، فانا كده الاستراتيجيات بتاعتي مظبوطه وطريقه التعلم او الميثودولوجي الكبيره بتاعتي مظبوطه. تمام. لو لقيت عندي مشكله learning gap دي اللي هو ايه؟ الدرس بتاعي مبني على معلومات سابقه، لقيت ان هم مش عارفين المعلومات السابقه دي، فلازم وانا واقفه في وسط حصتي، تمام، على طول اعدل طريقه شرحي بحيث ان هي تتوائم اكتر مع الادله اللي انا شايفاها بتتجمع عندي على التعلم او العمليه التعليميه. ده كده الفورماتيف اسسمنت مستمر على طول في خلال حصتي بعد كل جزء من الحصة، مش بس في نهاية الحصة. متكرر ومنخفض المخاطر، يعني هو مش حاجة بدي عليها درجات، مش حاجة بقول عليها صح وغلط. تمام. لا، دي حاجة بدي عليها فيدباك لنفسي وللطلبة بتوعي. تمام. دايما بتقولي ازاي اعمل ايه الخطوة اللي جاية، او ايه خطوتي اللي جايه اللي انا هاخدها مع المدرب مع المتعلم اللي عندي ده. هل هو اكمل على الاستراتيجيات بتاعتي اعدلها، ولا اعمل ايه بالظبط. تمام. ده كده الفورماتيف اسسمنت. السماتيف بيبقى في اخر كل يونت.
وحدة، أو في آخر كل حاجة كبيرة، يونت كبيرة، واحدة كبيرة، سمستر، مجموعة أسابيع، واحدة ستيم كاملة خلصتها، فده كده السمتف اسسمنت النهائي. بيشوف هل في learning gaps من السنة اللي فاتت، بيحلل لي مستوى الإنجاز بتاع الطلبة، يعني أعمل إيه في مستوى الإنجاز ده، أكمل على اللي أنا بعمله، ولا في طلبة بيحتاجوا individualized learning plan، يعني محتاجين خطة مناسبة ليهم هم بس. تمام. ده السوماتيف اسسمنت، مش برضو درجات بديها للولاد وخلاص، لا، بيبقى تحليل على الاداء بتاعي كمدرس في الفتره اللي فاتت، فاجي الفتره اللي جايه اكمل على نفس الاداء ولا احسن، وبيديني كمان مؤشرات الاداء بتاعتي احسن في ايه. ماشي، مؤشرات الاداء اللي هم الكي بي ايز، الكي بيرفورمانس انديكيتورز، اللي انا كنت ماشيه عليها، حسنها ازاي، اعلى بالاداء بتاعي انا كمدرس ازاي. فده بيديني انديكيشن كبير جدا ومهم، السمتيف اسسمنت مش بس درجات للولاد، لا، ده ريفلكشن كمان على شغلي، ريفلكشن بيروح للاداره، وريفلكشن بيجي ليا انا، اعمل ايه في اداء شغلي بعد كده. طيب، يبقى احنا متفقين ان الدليل، ماشي، الفورماتيف اسسمنت ده دليل على العمليه التعليميه. تمام. مش حاجه بعملها علشان خاطر بقول للاداره او بقول للولاد ايه ده هم فهموا مني، لا، ده مش كفايه، ده مش وظيفتي كمدرس. وظيفتي كمدرس ابني شخصيه. طب هبني شخصيه ازاي؟ اني انا اتعلم ازاي اعمل ادابتنج للمتعلم اللي قدامي، وازاي ادابتنج يعني اتكيف معاه، اتكيف واغير استراتيجياتي بناء على احتياجاته هو. تمام. فرقم واحد، انا بعمل الفورماتيف اسسمنت وباخد الدليل بتاعي. رقم اتنين، ابتدي افسر معنى الدليل ده. الدليل ده معناه ايه؟ امشي زي ما انا او احسن، وفي الغالب في الغالب انا بقالي 20 سنه اهو بدرس، كل مره بحسن، مفيش طريقه بمشي بيها زيها. انا هقول لكم حاجه دايما بقولها في كل ورك شوب تقريبا، لو انا في 3 حصص ورا بعض في 3 فصول نفس الجريد في نفس المدرسه ونفس الليفل بتاع الستودنتس، بخرج من كل فصل للتاني بدي لكل واحد بطريقه مختلفه بنسبه عن التاني. I'm adapting كل ساعة، بحاول أعمل adaptation أو أتكيف مع المتعلمين اللي عندي بناء على الأدلة اللي أنا عملت لها interpretation أو تفسير بسرعة في الحصة اللي فاتت. بعد كده رقم 3، الأكتنج، أنا بتحرك، باخد قرارات، أعمل إيه؟ أريتيتش، أعمل جروبينج بطريقة مختلفة، أو أعمل المجموعات بتاعتي بطريقة مختلفة، أزود براكتس أكتر او انقص براكتس اكتر، واركز على اخر جزء اللي هو الترانسفير اوف ليرنينج، او نقل التعلم، اللي هو معناه ايه؟ ان المتعلمين بتوعي دول نقلوا المعلومات اللي انا اديتهم، طبقوها على سيناريو جديد بطريقه جديده، فاستفادوا من المعلومه، قدروا يتعلموا من المعلومة صح، شربوا المعلومة زي ما بنقولها كده بالمصري. فعلشان أجمع أدلة تعليمية صحيحة، لازم أجمع الأدلة التعليمية، أفسرها معناها إيه، وآخر حاجة أتصرف بناء عليها. تمام. الكلام ده لما أنا بشوف مدرس بيعمله في حصة، المدرس ده ناجح 100%، خصوصا لو قدر إن هو يتكيف بناء على المعلومات اللي خدها من من الفورماتيف اسسمنت اللي عمله. انا معلمه مرحله علمي. آه، هي الذكاء الاصطناعي خلصت، هو مش ذكاء اصطناعي، هو كيفيه ان انا اعمل ستوري بذكاء اصطناعي بس، تشرفينا في اي وقت. مش للطلاب الأكبر سنا، أنا بتكلم على الطلاب اللي في كل المراحل. يعني لو أنت مثلا طالبة كي جي أو كيندر جاردن، طالبة الروضة الصغيرين، تمام. أنا دلوقتي بدرس حرف الألف. إزاي بتعرفي إن الطلبة بتوعك قدروا يفهموا إيه هو حرف الألف ده، وإزاي يطبقوا عليه، وازاي يعملوا كلمات جديدة يفهموها من حرف الألف، وازاي يطبقوا المعلومات اللي ريليتد لحرف الألف في سيناريو جديد. يعني تديهم قصة مثلا يعملوا سيركل على كل حروف الألف، وأنهي فيهم حرف مد وأنهي فيهم حرف همزة،
وانهي بيتنطق ازاي. ده اللي احنا بنتكلم عليه، الادله اللي احنا بنجمعها، هل الطلبه فهموا ولا لا، وطريقه انا الريسبونس بتاعتي او الرد بتاعتي على الادله دي، ازاي بغير تدريسي على الادله اللي انا بجمعها من التقويم التكويني او الفورماتيف اسسمنت. تمام. طيب، نكست. انا دلوقتي عملت حصه جامده جدا، حصه ما حصلتش. آخر الحصة بتاعتي بيبقى حاجة اسمها culminating activity. كلمة culminating باللغة الإنجليزية معناها نهائي. culminating يعني إيه؟ إزاي بنهي الحصة بتاعتي؟ معلش ادوني ثانية واحدة. أنا آسفة جدا، سامحوني. culminating يعني باللغة الإنجليزية يعني زي بنهي، نهاية. تمام؟ حاضر، هطبق لكم كل حاجة دلوقتي. فأنا مثلا مهارة من مهارات اللغة العربية زي القراءة والاستماع والكتابة. مهارة الاستماع حلوة قوي. انت مثلا مش سامحة، اديت لهم نص يسمعوه، لايك بيت شعري مثلا. تمام. وابتدوا يسمعوا البيت الشعري ده، وفي نهاية بيت الشعر المفروض خلاص احنا شرحناه وعملنا الحصة بالكامل وعملتي الاستراتيجيات الكاملة بتاعتك. تمام. جيتي في نهاية الحصة، أنا عايز أنهي الحصة بتاعتي بنجاح. بنهي الحصة حاجتين، إن أنا سوري معلش 3 حاجات. إن أنا أتأكد إن هم يقدروا المعلومة اللي اديتها لهم دولت يسترجعوها. تمام. دي رقم 1. حاضر، هنتكلم على الموضوع ده. دي رقم 1، ازاي يستدعوا الفكرة الأساسية بتاعة الموضوع. رقم 2، يربطوها بأهداف التعلم اللي أنا حطاها على البورد وشرحها لهم قبل ما ابتدي. رقم 3، إن أنا أشوف هم يقدروا يطبقوا المعلومات دي اللي فهموها واسترجعوها، ماشي، يقدروا يربطوها في سيناريو جديد ولا لأ. ده الريفيلينج، ده الكالمينيتنج اكتيفيتي. فمثلا انا اديت لهم يوظفوها، شكرا يوظفوها صفحه كده. انا اديت لهم مثلا زي ما قلتي كده، زي ما قلتي كده يا مس سامحه، نص استماع. نص الاستماع في اخره قلت لهم، اديتهم حاجه اسمها 1 minute essay. 1 minute essay دي يعني ايه؟ مقاله في دقيقه. اكتبوا مقاله صغيره من مثلا 4 جمل في دقيقه. تمام. عن النص ده، مين اللي كتبه، بيتكون من كام بيت شعر، في سجع او الحاجات بتاعت الجمال بتاعت اللغة العربية. انا مش متخصصة يعني I'm improvising. حاضر. تمام. وبعد كده بعد ما خلصوا الجزء ده، هتقومي رايحة على البورد بتاعتك أو الباوربوينت اللي أنت كاتبة فيه أهداف التعلم. بعد ما خدتي منهم هم جاوبوا على الأسئلة دي ولا لأ. خلاص احنا كده عرفنا مين اللي كتب بيت الشعر. احنا كده عرفنا مين بيت الشعر ده بيتكون من قد إيه، والحاجات الجمالية اللي فيه. تمام. بعد كده هنديهم مهارة استماع نص صغنطة التاني في 3 4 دقايق. النص دوت هيسمعوه مرة تاني علشان يطبقوا بقى حاجة جديدة عليه، سؤال جديد. ماشي. سؤال جديد عن بيت الشعر، يعني مثلا ايه مظهر الجمال، او ايه تسألوا ايه حاجة جديدة في بيت الشعر غير ال3 أسئلة اللي انا قلتهم، اللي هما بيسألوا أسئلة مباشرة. حاجة جديدة بقى خالص انت ما سألتهاش طول السيشن، بس ليها علاقة بالأهداف دي. ماشي. يبقى انت عملتي استرجاع لي الصور الجماليه مثلا عملتي استدعاء ليه، عملتي ريتريفنج للفكره الاساسيه اللي هو بيت الشعر الاساسي اللي سمعوه. ماشي. عملتي ربط بالاهداف اللي مكتوبه قدامهم. رقم 3، عملتي تطبيق جديد. ماشي. عملتي تطبيق جديد او تطبيق جديد في معلومه جديده، سيناريو جديد. فاخدوا المعلومتين اللي انت اديتي لهم او الكام هدف اللي انت اديته لهم وطبقوه في سيناريو جديد. فده هيوريكي
كام طالب فاهم عندك بنسبة 90%؟ لأن اللي هيقدر يطبق فيه سيناريو جديد ده فاهم بنسبة، ده عمل يعني الكوجنيتيف ابيليتيز بتاعته أو المهارات الإدراكية بتاعته وصلت معاكي للتوب ليميت. تمام. فهتشوفي بقى كام في المية من الفصل بتاعي قدر يوصل لمرحلة الريفيل الأخيرة دي، هيوريكي. طيب انا عندي نص الفصل جاوب صح على السؤال الاخير ده اللي هو فيه ترانسفير اوف نوليدج، اللي هو فيه السؤال الجديد زي ما قلنا، اللي هو انا ما قلتوش في خلال الحصه، كان داخل ودان الكونتكست بس ما قلتوش صراحه. هم فهموه وطبقوه تمام في سيناريو جديد. فكام في المية؟ 50% مثلا طبقوا، 50% ما عرفوش يطبقوا. يبقى انا كده هاجي الحصه اللي جايه اعمل براكتس زياده على الجزء ده. طيب. طيب معلش ثواني. آه عرفت بعد كده هم 50% طبقوا 50% لا، يبقى انا الحصه اللي جايه هاجي اعمل براكتس زياده على الجزء ده، على الجزء اللي انا عملت فيه ترانسفير اوف نوليدج او نقل التعلم، اللي هو السيناريو الجديد اللي طبقوا عليه نفس المعلومات اللي انا شرحتها بس على سيناريو جديد. تمام. انا الحصه الجايه هاجي اطبق زياده. طيب لو لقيت 30% عملوا صح و70 و70%، معظم المعلمين الجداد بيتخضوا من العمليه دي. لا ما تتخضش خالص، تيجي المره اللي جايه تشرح نفس اللي انت شرحته باستراتيجيات جديده، هتلاقي نفسك نجحت. سامعة انت صديق. طيب انا ما عنديش وقت. طب انا ما عنديش وقت، انا عندي منهج عايز اشرحه. ممكن تستخدم في الحاله ديت بقى فليبت كلاس روم، ممكن تستخدمي طرق تانية توصل لهم في البيت، ماشي، علشان يطبقوا زياده ويقروا زياده في نفس الموضوع اللي انت كنت بتشرحيه النهارده. تمام. علشان تقدري توصلي بال 70% دي على الاقل لنسبه 80%. تمام. يبقى دي انا بعمل ايه بالكالمينيتنج اكتيفيتي، او الحاجه اللي انا بعملها في اخر النشاط الختامي بتاع الدرس. النشاط الختامي انا بحب اعمله على جزئين. الجزء الاولاني بيبقى ايفالويشن على طول، ايفالويشن، ايفالويشن او تقييم زي ما بيقولوا دايركت، تقييم على سؤال مباشر على اللي انا عملته في حصتي. بعد كده بحط 5 دقايق حاجة اسمها ترانسفير اوف نوليدج، حاجة بتساعد على نقل التعلم اللي هو تطبيق نفس اللي انا اتعلمته على سيناريوهات جديدة. بالنسبة لي انا في هاي سكول بيولوجي دايما بحب ادي كلمة الكيس ستادي، بديلهم حالة مرضية. تمام. واقول لهم طيب احنا مش حالة مرضية، لو انا بشرح في الهيومن بودي اديلهم مثلا حالة مرضية واقول لهم دي حالة متعلقة بالسيستم ده، ها هتعملوا فيه ايه؟ واحد داخلك بيقول لك اه معدتي بتوجعني وانا دايما كل ما باكل في الم كتير في المعده، وعندي مثلا حرقان وعندي كذا وعندي كذا. تفتكروا ده ايه؟ ابتدوا بقى يتعلموا هم خدوا ايه عن الريفلوكس، الاسيد ريفلوكس، او الارتجاع المريئي بيسموه، او الارتجاع اللي هو الحموضه اللي احنا بنسميها بالعربي. تمام. احنا عرفنا ازاي بتحصل، وطيب هو نتيجته سببه ايه، هو عمل ايه، طب ابتدي اسال المريض هو كل زياده ولا لا، وهكذا. دي مثلا اكزامبل من مادتي. اكزامبل مثلا من كيجيز، الانجليش للكيجيز صح؟ انجليش للكيجيز مثلا انت بتدي الحروف. تمام. فهتخليه انت اديتي مجموعه كلمات اوريدي بتبتدي بحرف الاي، خليه يمشي يبص حواليه في الكلاس روم يجيب حاجات تانية بتبتدي بحرف الاي. يبقى كده هو عرف نطق الاي، الآ زي ما بنقول الفونكس بتاعته، وابتدى يعرف كلمات جديدة غير الكلمات اللي أنا قلتها بتبتدي بحرف الاي. قدر يسمع الساوند، قدر يتعرف على الكلمات، قدر يعرف ان انا لما بنطق ده يبقى this is an A letter. ماشي حلو كده التطبيق ده؟ هل ده مفهوم؟ طيب نكمل. انا مش عايزه اخد من وقتكم كتير، معلش انا بحاول اكون از ايه يعني مختصره على قد ما بقدر. تمام. طيب انا
خطأ كبير بشوفه للمعلمين اللي ما عندهمش خبرة كافية. ودايما الكلام ده للأسف بيحصل في حصص المشاهدة. الحصص اللي أنا ببقى جاية قايلة لك أنا هاجي أشوف أذاكر هاجي أشوفك، أتفرج عليكي في الحصة اللي جاية، فحضري ديمو حلو أو حصة حلوة. فببص ألاقيهم كاتبين 5 6 objectives على البورد. إيه ده؟ 5 6 objectives؟ هو تقييم غير النشاط الختامي، هو الاكزit تيكت. بس احنا بس كل الموضوع احنا بنشوف بنطبقها ازاي وبنعمل بيها ايه. تمام. 5 6 أهداف محطوطة في حصة واحدة، ده ما ينفعش. دايما لما بكون في ديمو، في حصة مشاهدة، حاولي دايما يكون، خصوصا لو المتعلمين بتوعك بايلينجوال، اللي هم المتعلمين بتوعنا اللي هم بيتعلموا بلغة غير اللغة اللي بيتكلموا بيها، حاولي دايما يكون عندك هدف واحد. حاولي الهدف ده يكون مجزأ على أجزاء الحصة بتاعتك. تمام. يبقى دايما الفورماتيف اسسمنت بتاعي يكون متعلق بهدف واحد. حاولي ده يكون طريقتك عامة في كل حصة. تمام. رقم 2، لازم يكون يديني ريسبونس أقدر أقيسه. بمعنى يكون على جيميفيكيشن بورد زي ما انتوا قلتوا، مثلا بلوكيت، كويزيز، وورد وول، حاجة تقدر تديني أرقام سريعة. او يكون على اكزit تيكت مثلا ستيكي نوت او حاجه انا طبعاها صغيره، هقدر لما انا اعدي عليهم في الكلاس روم بنظره سريعه هقدر اخد تقريبا كده رقم تقريبي لعدد الناس اللي جاوبوا صح او محتاجين مساعده. تمام. لازم كل طالب عندي مهما زاد او قل، البليكرز حلو جدا، فعال جدا في الحته دي فعلا. تمام. مهما زاد او قل الدرجه الاكاديميه بتاعته، يقدر يكمل الاكزit تيكت او النشاط النهائي ده، او الكالمينيتنج اكتيفيتي زي ما قلنا. وهقول لكم انا بعمله ازاي دايما في حصصي. تمام. في حوالي دقيقه ل5 دقائق بالكتير. تمام. ما احطلوش وقت كبير، لان لو حطيت له وقت كبير ممكن ما الحقش. تمام. measurable objective، برافو عليكي. لازم يوريني هم بيفكروا ازاي. بليكرز حلوة قوي، بس كنت لسه هقوله لك دلوقتي انه في بعض الاحيان ما بيقيسليش بعض الاوبجكتيفز اللي بتحتاج كتابة. زي مثلا هدف بيتكلم على مواضيع التعبير ومدى جودة الكتابة، بليكرز بيبقى قاصر هنا. بليكرز بيبقى حلو قوي في المواد العلمية زي الساينس والماث. لا، خلينا بقى نعمل لكم ورشة عن قصة بليكرز والجيميفيكيشن لأنه يطول شرح. بالنسبه للي ايوه كله اختيارات، برافو عليكي. فيبقى حلو قوي ده ابلكيشن، ايوه. يبقى حلو قوي في الساينس والماث، الحاجات الموضوعيه اللي انت تقدر تتحول لاختبارات موضوعيه، مالتيبل تشويس. انما الحاجات اللي فيها كتابه كتير، زي مثلا في البيولوجي عندنا حته الايكولوجي او علم البيئه، محتاج كتابه كتير قوي. فبليكرز، كهوت، الحاجات اللي بتبقى مختصه او وورد وول حتى بالاسئله الموضوعيه اللي هي وصل، دراج اند دروب، مالتيبل تشويس، اللي هي الاسئله الموضوعيه دي، بتديني بسرعه ارقام. بس ايوه، بالظبط كده. بس ما بتدينيش على الحاجات اللي فيها كتابه او فيها مهارات كتابيه. تمام. فريفيلز ثينكينج دي حاجه مهمه قوي. لما اشوف الاوبجكتيف اللي عندي ينفع ان انا اعمل له اكزيت تيكت او اديله كالمينيتنج اكتيفيتي زي ما بنقول على شكل موضوعي، اللي هي اختيار من متعدد او كده، يبقى كهوت، بليكرز، كويزيز، الكلام ده تنفع قوي، حلو قوي فيه. انما حاجه تحتاج كتابه، لا مش هينفعوا. هنا هيكسروا، هيبقوا مش حلوين. تمام. طيب، كويك تو سورت انتو نيكست اكشن، دايما يقول لي ايه هي، او يبلغني عن طريق الارقام اللي هيديهاني والنتائج اللي هيديهاني ايه الخطوه اللي جايه. تمام. علشان احنا بنقول الفورماتيف اسسمنت او الكولمينيتنج اكتيفيتي بالذات بيقول لي
ايه التصرف اللي جاي بتاعي؟ امشي زي ما انا، وده في الغالب ما بيبقاش 100% نجاح، ده ما بيجيش في العمليه التعليميه، صعب قوي. تمام. فامشي زي ما انا، احسن. ولو احسن، ايه اللي انا هحسنه بالظبط في العمليه التعليميه بتاعتي؟ ده وظيفه الكالمينيتنج اكتيفيتي. طيب، بعد حاجه، دي ثلاث سوري 4 طرق ازاي اشوف هعمل اكزit تيكت ناجحه، تظهر لي مش بس الارقام اللي يقولوا لي فهموا او ما فهموش. معلش لحظه كمان. معلش سامحوني الاطفال احباب الله. آه 4 اكزit تيكتس، استراتيجيات الاكزit تيكتس سريعا هنتكلم عليهم. الاستراتيجيات الاربعه حلوين جدا ان هم يعملوا، نربطهم بشويه اهداف خاصه بالعمليه التعليميه. رقم واحد، يقدروا يعملوا اسئله ولا لا، يكونوا اسئله على المحتوى اللي انا علمته. تكوين الاسئله على المحتوى اللي انا علمته ده بيكشف لي هل الطلبه قادرين على تكوين الاسئله ولا لا. ودي حاجه اسمها synthesis، دي higher order thinking. ماشي. higher order thinking يعني ايه؟ من مهارات التفكير العليا. طالما قدر يكون اسئله على الموضوع بتاعي، تمام، على الموضوع بتاعي، يبقى هو كده راجل يعني فاهم جدا الموضوع. انا معلمه من فلسطين. بصي يا طب اسمك ايه؟ واحنا بنتكلم على النشاط الخروج، النشاط النهائي. وبعد ما اخد نشاط الخروج هتصرف ازاي بناء عليه. تمام. انا عندي 4 طرق للاكزit تيكتس هنتكلم عليهم النهارده. طبعا في طرق كتير قوي. رقم واحد، هدفي بيبقى في ان هم يعملوا 3 WH question. 3 why when how where. تمام بالظبط كده. تمام. لما بدي ان هم يكونوا لي 3 اسئله استفهاميه، ده بيبقى هدفي ايه؟ مرتبط باهداف زي ايه؟ ان انا اشوفهم يقدروا يكونوا اسئله على المحتوى بتاعي ولا لا، ده كده فهموا المحتوى بتاعي جدا. تمام. رقم 2، اني اكشف هل في فجوات في العمليه التعليميه ولا لا، اجزاء ما فهموهاش او اجزاء المفروض كان مترتب عليها المحتوى بتاعي وما شرحتهاش كويس، او ما شرحتش الفجوات اللي جايه من السنين اللي فاتت. فتلاتة WH question على المحتوى اللي انا شرحته النهارده هيكشف لي قادرين يعملوا اسئله ولا لا، وهيكشف لي الفجوات في العمليه التعليميه في اجزاء مش فاهمينها، whether في الدرس اللي انا شرحته النهارده او في الحاجات اللي مترتب عليها الدرس ده من السنين اللي فاتت. رقم 2، 1 minute essay. 1 minute essay دي higher order thinking، مهارات تفكير عليا اسمها synthesis. ان هم يكونوا لي essay صغير او مجموعة جمل صغيرة فهموها عن اللي انا شرحته النهارده. زي ما كنا بنشرح دلوقتي بالنسبة لحرف الايه، تعالوا بقى نلف في الكلاس روم كده ونشوف بعض الحاجات اللي بتبتدي بحرف الاي. تمام. او اجيب لهم شيت كبير فيه كل الحاجات اللي موجوده في الكلاس روم، وسيركل بقى ايه هي الحاجات اللي بتبتدي بحرف الايه في الحاجات دي. تمام. دي 1 minute essay. الكي دبليو ال what you know what you want to know what you have learned. الكي دبليو ال مش نشاط ختامي بس. الكي دبليو ال بيبتدي مع اول الحصه what you know already، ايه اللي انت عارفه فعلا. تمام. فبيكشف لك ايه الحاجات اللي ممكن يكون فاهمها غلط من السنين اللي فاتت. تمام. اديله سؤال كبير. مثلا لو بنتكلم في الماث، عن المالتيبليكيشن، الضرب. ماشي. عملية الضرب. ماشي. فهجيب لهم صورة صغيرة فيها 7 times 8 equals ونقط. what you know already، ايه اللي انت عارفه عن العملية اللي قدامك دي؟ فيقول لك مثلا دي عبارة عن multiplication، بعضهم يقول لك ده addition، بعضهم يقول لك I don't know، بعضهم يقول لك كذا. تمام. ده مثلا بعمله لطلبة elementary، طلبة ابتدائي. حلو. what you want to know، انت عايز تعرف ايه؟ ماشي.
بالظبط. انت عايز تعرف ايه؟ حاضر من عينيا. what you want to know، انت عايز تعرف ايه؟ هيقولك مثلا العلامة اللي في النص دي انا مش عارفها. حلو. what you have learned دي بقى بقولها في الاخر. بعد ما بخلص خالص بتفضل معاهم التشارت الصغيرة او الجدول الصغير بتاع الكي دبليو ال. فيقوم جاي في الاخر بقى يكتب لي هل في حاجة في الدبليو لسه مش عارفها، هل في حاجة انت لسه you want to know لسه ما فهمتهاش في الدرس ده. واخر حاجه what you have learned. فاقول له مثلا اكتب لي 3 جمل عن اللي انت اتعلمته النهارده. اكتب لي 3 مسائل رياضيه في عن المالتيبليكيشن او عن عمليه الضرب ويحلهم لي. ماشي بالطريقه اللي احنا خدناها النهارده ايا كانت. تمام. فده هيوريني هو ابتدى عارف ايه وانتهى عارف ايه. كي دبليو ال بيبقى معاكي من اول الحصه. ايوه. فبتحل الكي اللي هو اول كولم، اول عمود في الكي في اول الحصه. بعد كده بتحل الدبليو. ماشي وهو ماشي كده بيضيف هو اتعلم ايه. ماشي. وفي الاخر خالص في اخر جزء من الدبليو ايه اللي لسه ما اتعلموش، ايه اللي لسه عايز يتعلمه او لسه ما فهموش. تمام. وفي الاخر خالص انا خلاص ايه اللي انا اتعلمته في النهايه. اسمها حاضر كي دبليو ال وات يو نو. ايه اللي انت عارفه. what you want to know اللي انت عايز تعرفه. what you have learned في آخر الحصة اللي انت اتعلمته already. تمام. السي اي ار هي طريقة المدخل لحاجة كبيرة احنا اتكلمنا عليها قبل كده في الورش بتاعتها. حاضر هكتب لك حاضر من عيني. في الورش بتاعتك انا هعيد ال4 تاني واحنا ماشيين سريعا. حاجة اسمها inquiry based learning أو التعلم القائم على الاستفهام. وده بيبتدي بموديل اسمه CER Claim Evidence Reasoning. التعليل الادعاء ده الكليم اللي أنا عارفه. تمام. الافيدنس ايه الادله اللي انا جمعتها على اللي انا عارفه ان كان صح ولا غلط. الريزنينج ربط بقى، ربط الادله اللي انا جمعتها دي اللي بتثبت او بتدحض او بتنفي صحه الادعاء اللي انا عملته في الاول. خلينا ناخد كل واحدة لوحدها كده. ماشي. ونشوف نطبقها ازاي. تمام. برافو عليك. انا حابة ان انتوا بتجاوبوا على بعض. رقم 1. اديني دي كده الاكزit تيكت، دي كده شكل الفليب اللي انا بديها لهم. الاكزit تيكت دي يا جماعه بتبقى مثلا بطبعها على ورقه A4 كده. بحب انا اقسمهم مربعات وكل مثلا 6 مربعات. ماشي. مثلا يعني او على حسب انت الطلبه بتوعك بيشوفوا ازاي. انا عشان طلبه كبار شويه فبقسمها على 6 مربعات بتبقى صغيره مش كبيره قد الستيكي نوت. تمام. وبقول لهم write 3 questions about what you have learned today أو today's learning. What, why و how. اكتب لي 3 أسئلة أو اعملي لي 3 أسئلة عن اللي انت اتعلمتيه النهاردة. تمام. ال3 أسئلة دي بيخليهم يفتكروا احنا اتعلمنا ايه النهاردة أصلا. تمام. يبتدوا يبصوا على الاوبجكتيفز اللي انا كاتباها والسمري اللي انا كاتباها على البورد. ارجوكم الحاجات دي لازم تفضل موجوده قدام الولاد على طول. فلو في وايت بورد بيبقى مثبتين عليهم. لو انا بشتغل بس على سمارت بورد وقدامي برزنتيشن فلازم بقى انا هدي الاكسل تيكت خلاص برجع للسلايد اللي كان فيها الاوبجكتيفز وبيبقى فيها سمري. تمام. يعني مثلا بحط سلايد تانية مرة كمان للأوبجكتيف. طبعا تنفع مع الكيجز. أي حاجة أنا هقولها تنفع. ممكن تخليهم يتكلموا بدل ما يكتبوا. الكي جي 2 اللي خدوا الكويستشن ووردز هينفع معاهم. كي جي 1 I'm not sure لأن مش هيبقى لسه أخدوا الحاجات دي. بس ممكن لو في حد عنده خبرة في الكيجيز جرب الأكزيت تيكتس وجرب الطرق المختلفة بتاعتها يقول لي. مثال من الكيجيز للعربي ولا انجليش؟ طيب. انا قلت لك اوريدي مثال بيخدم حاجه شبه ال WH question. ان انت هتديهم شيت كبير فيه حاجات كتيره بتبتدي بحرف الاي ويعملوا لها سيركلينج. تمام. ممكن علشان تكوني هنقول
نقول ايه، اشطر فيها شويه، ممكن ما يكتبوش، توقفيهم بيرز قدام بعض. تمام. وتخلي كل واحد فيهم يسأل سؤال. ماشي. حاضر. يسأل سؤال بالدبليو اتش، وات واي هاو، والتاني يجاوب عليه بكلمه، ويحط اجابته، يحط في اجابته كلمه فيها حرف الاي مثلا. دي حاجه. تمام. يو للساينس كتير قوي، حاضر من عينيا. رياضيات. انا مش شاطره في الرياضيات بس يعني هحاول. انت بتدي مثلا مالتيبليكيشن وخليهم يكتبوا وات واي وهاو. مثلا what is meant by multiplication. why do we multiply instead of، ليه احنا بنعمل عملية الضرب بدل من عملية القسمة مثلا او عملية الجمع. تمام. ازاي بنطبق عملية الضرب؟ دي مثلا حاجة جزء للإجابات. تمام. مثال للساينس كتير قوي. مثلا انا بدي say for example جزء، خلينا في جزء اللي انا شرحته، جزء المعده. جزء المعده، الاورجن بتاع الاستومك، والستراكشر والفانكشن بتاعته، جوه حصه. وعايزاها تسال لي 3 اسئله. write 3 questions about today's learning. فتسالني مثلا what is the function. الله، حلو قوي. how can we taste the letter A. حلو قوي، عجباني دي. علشان دي كده بتربط ما بين الحواس بتاعتها السؤال ده يا دكتور أنا سألته في والحاجة. ديمو قبل كده. سألته في سؤال ديمو قبل كده. سألته في ديمو قبل كده وما كنتش عارفة أجاوب، بس والله. ما أعرفش ليه جالي هنت. قلت لهم هنعمل مع بعض بسكتس على الشيب بتاع لتر A، الأبر كيس والسمول كيس، فكانت حلو عجبت قوي. الإجابة قوي الناس. حلو قوي 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 غير قوي إن قوي. إحنا ده اكيد من بنفعل سوري ده. الإيرز. مش عارفة، بس هو كان سؤال اتسألته في الديمو، يعني من ضمن الأسئلة اللي سألتها أثناء أو بعد الفيدباك بتاع الشرح يعني. طيب. فهم انا بس عجبهم في قوي، هنا او ممكن نجيب مسكونسبشن. ابل ونقشرها ونعمل منها لتر اي كمان. برافو. حلو قوي 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 قوي. جميل. انا بدي دي للطالب. ده اللي انا بديه للطالب. الطالب بيعمل لي ال3 اسئله. الطالب هو اللي بيصنع الاسئله يا جماعه. الطالب هو اللي بيقول لي الاسئله، مش انا اللي بقول له الاسئله. اللي انا بقوله لكم دولت اكزامبل على ردود الطلبه، او الطلبه هترد ازاي. انا ببساطه شديده هديلهم الورقه دي. هي هتبقى ناجحه جدا جدا في الطلبه اللي بيعرفوا يكتبوا، يعني بدايه مثلا من جريد 4 فما فوق. تمام. من اقل من 4 اللي هم عندهم مشكله في الكتابه. تمام. ممكن ما تنجحش معاهم الطريقه دي، بس ممكن اعمل لها سكافولدنج يا جماعه، او اخليها مناسبه ليهم اكتر. تمام. يعني مثلا زي ما قالت دلوقتي، مين اللي قالت how can we taste، يسرا، زي ما قالت يسرا شاطره جدا. how can we taste letter A. اعمل لها scaffolding بحيث تناسب عمرهم. تمام. يبقى دي كده طريقه. طب قوليها تاني يا يسرا. اقول تاني ايه الاجابه؟ تقولي تاني انت عملتي ايه في how can we taste letter A. ده كان نشاط ختامي اكيد. كان ده كان سؤال هعمل ايه يعني لو المفروض ان انا اوظف السنسز بتاعتهم، غير ان هم هيسمعوا وهيشوفوا فيديوز وهيسمعوا الساوند بتاعها. كمان هيلمسوها هاو تو تاتش، ممكن نخليهم يلمسوا الليتر لو في كاردز، او هما يعملوا مثلا اكتيفيتيز لو هنجيب شوية بوتونز او خرز او ايا كان. كل ده هنفعله. طب ازاي بقى هنفعل التيستينج؟ فما اعرفش، ما كنت متوترة في الاول، وبعد كده طرأ على بالي قلت لهم هنعمل سام بسكتس مع بعض by shaping letter A الأبر كيس والسمول كيس، أو ممكن نجيب أبل بما إننا أصلا اوريدي هنستخدم الرياليا، الأبل اللي معايا، وأقطعها قدامهم ونعمل الشكل بتاع letter A. فكده اوريدي هم هياكلوها وهم عارفين إن هي على شكل letter A، فعمرهم هينسوا الشكل خالص. واوريدي هم سمعوا الساوند وبقوا يعني more اكتف معايا، ووظفوا كل السنسز بتاعتهم. ده كان من ضمن الأسئلة اللي سألتها.
معلش سامحوني. طيب حاضر، هرجع لك حالا على الأسئلة. ثانك يو يا يسرا. آه، جماعة، الكلام اللي أنا بقوله ينفع لجميع الجريدز؟ أو ينفع، بس بنعمل له scaffolding. يعني ايه كلمة scaffolding؟ يعني اسهله عليهم او اخليه مناسب اكتر. اللي يسرا عملته دلوقتي هي عملية ناجحة جدا في العملية التعليمية عموما بتاعت الولاد الصغيرين، ان احنا نستخدم السنسز بتاعتهم: حاسة السمع، حاسة سوري، حاسة اللمس، التاتشنج، حاسة التذوق، لان هم بيتعلموا اكتر من حاجات حواليهم. تمام. تعدلي الطرق او الاستراتيجيات اللي انا بقولها لك دي، تخليها اسهل للولاد الصغيرين. ده اسمه scaffolding. كمان انا عندي، انا بالنسبه للولاد الاكبر او بالنسبه لاي حد بيدي جريدز اكبر، مش بس للصغيرين، لو انا عندي طالبه ما بتعرفش تقرا وتكتب، وده بيحصل على فكره، بيحصل كتير، فازاي اعدل لها ال WH questions دول او سوري الاكزit تيكت دي بحيث تتناسب معاها؟ تمام. فبعمل لها حاجات اسمها scaffolding يعني ايه؟ يعني بدل ما اديها دي اديها مجموعة صور، او اعمل لها سريعا كده حاجة تسمعها وترد عليها بالكلام، ماشي، بدل ما تكتب وتقرا. ده كده scaffolding. تمام. طيب even and odd. الله، حلو قوي، جميل يا ولاء. ده اكزامبل يا جماعة للردود. انا بطلب من الولاد يعملوا لي اسئلة. تمام. انا بطلب من الولاد يعملوا لي اسئله بتبتدي ب WH. WH يعني ايه؟ اللي هي what why where how، دي كده. ثانك يو، حلو جدا. طيب اللي بعد كده استراتيجيه بعد كده اسمها 1 minute essay. بحب قوي ال 1 minute essay في الدروس اللي فيها رغي كتير. تمام. ال 1 minute essay بتكشف لي شويه حاجات، المسكونسبشنز اللي عندهم، بتكشف لي هو open ended question. يا حبيبي معلش سامحوني. طيب بتكشف لي كمان الميسكونسبشنز، بتكشف لي هل فهموا الكور ايدياز ولا لا، وهل لو عندهم جزء لسه مبهم واعمل انا فيه ايه. فدي كده ال1 minute essay. تمام. 1 minute essay بخليهم، بطلب منهم يكتبوا هنقول ايه، مش essay بقى، باراجراف، قطعة صغيرة. تمام. القطعة الصغيرة دولت، القطعة الصغيرة دي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها هم فهموا ايه عن الدرس، هل في حاجات فاهمينها غلط ولا لأ، وهل في حاجات تانية تحتاج لتوضيح ولا لأ. دي كده فكره ال1 minute essay. ندخل على اللي بعديها على طول عشان ما اعطلكمش. الكي دبليو ال تشارت، كتير منكم بيسال ازاي اطبق الكي دبليو ال. كي دبليو ال استراتيجيه ممكن استخدمها، استراتيجيه افتتاحيه للدرس بتاعي، وبتستمر معايا لحد اخر الدرس، لحد ما تبقى تتحول لكالمينيتنج اكتيفيتي او نشاط ختامي. تمام. فانا بدي الاول وات يو نو، ايه اللي انت عارفه قبل كده من الحاجات اللي قبل كده. تمام. واتس يو نو اوريدي، اللي انت عارفه قبل كده. حلو. بديها على شكل جدول، بديها على شكل جدول يا جماعه. جدول كده بيبقى فوق what you know what you want to know في العمود التاني، what you have learned في العمود التالت. يبقى 3 عواميد: اللي انت عارفه اوريدي، اللي انت عارفه من قبل كده، انت عايز تعرف ايه عن الموضوع ده او ايه الاسئله اللي عندك، ودي بيملى جزء منها في الاول في البداية خالص، وإيه وبيملى جزء منها في آخر خالص، إيه الأسئلة اللي لسه ما فهمهاش. تمام. وبعد كده العمود الأخير
ماشي، قربنا. العمود الاخير what you have learned already، اللي انت اتعلمته فعلا. دي كي دبليو ال استراتيجي، او كي دبليو ال تشارت، او جدول التعلم. كي دبليو ال اللي انت عارفه، اللي انت عايز تعرفه او ما عرفتوش في نهاية الحصة، ايه اللي انت اتعلمته اوريدي من الحصة. تمام. ده بيخليني اشوف هو ابتدى بايه وانتهى بايه، بشوف تطور العملية التعليمية او تطور تفكيره يا جماعة. تمام. يس يا نادين، اتفضلي. يعني هاي بتكون على مدى الحصة من البداية للنهاية. الحصة بالكامل، بالظبط. بالظبط. فبتبقى مدخل للحصة في الآخر، وبتبقى culminating activity في الآخر، وبتديكي معرفة حلوة جدا جدا عن تطور التعلم عند الطالب ده. تمام. آخر حاجة هناخدها هي مشابهة للكي دبليو ال، بس شوية بتبقى محتاجة، على فكرة هي شوية بتميل للمواد العلمية. ممكن اطبقها في المواد الغير علميه طبعا، اللي هي المواد الادبيه زي الانجليش واللغه العربيه او الفنون عموما. ممكن اطبقها في اي ماده، بس تبقى اسهل في المواد العلميه لانها مدخل للانفستيجيشن، مدخل للعمليه الاستقصائيه او البحث القائم على التجربه. ده اسمه سي اي ار موديل، او كليم ايفيدنس ريزونينج. كليم يعني ادعاء، يعني ايه النظريه وايه اللي انت فاهمه من الحاجه اللي احنا، او ايه اللي انت سؤال بديه سؤال كبير، وايه هي حذر فذر كده ايه الاجابه بتاعتك. تمام. برافو عليكي. حذر فذر كده ايه هي الاجابه عن السؤال ده. فمثلا بديله سؤال زي how why does the sun rise from the east؟ ليه الشمس بتشرق من الشرق مش من الغرب؟ فبيبتدي يعمل ادعاء كليم، نظريه هو عنده. ليه الشمس بتطلع من الشرق؟ ماشي. حاضر يا استاذ سامحه، ثانيه واحده وهرجع. رقم اتنين، يبتدي بقى الدرس بتاعي، يبتدي اشرح. هو خلاص كتب الكليم بتاعه، كلمة كده بيكتبها بطريقة معينة، جملة بيكتبها، جملة يقدر يختبرها، ده الكليم، يقدر يشوفها هي صح ولا غلط. تمام. فمثلا if the earth rotates، لو الأرض نفس خطوات الهايبوثيسيس، برافو. لو الأرض بتلف من الشرق للغرب، فالشمس هتطلع من الغرب. لو الأرض بتلف من الغرب للشرق، فالشمس هتشرق من الشرق. تمام. أنا مش واثقة بالظبط من اللغة العربية، بس بنقولها بالإنجلش if then، سبب ونتيجة. لو الأرض بتلف بالاتجاه الفلاني، يبقى النتيجة بتاعتها الشمس هتطلع من الناحية اللي بتطلع منها من الشرق. ده الكليم. if then، سبب ونتيجة. بعد كده بيبتدي يجمع الأدلة بتاعتي في خلال الحصة. انا بقى في خلال الحصه بشرح له على طريقه الابارنت روتيشن بتاع الصن، طريقه اسمها ايه باللغه العربيه، دوران الشمس في السماء اللي احنا شايفينها. تمام. مش الحقيقيه، مش الحركه الحقيقيه بتاعت الشمس، الحركه اللي احنا بيتهيأ لنا ان الشمس بتتحرك لها، اللي هي بتشرق من الشمس، بتغرب في الغرب، بتشرق من الشرق، بتشرق من الغرب. تمام. واخيرا، اخيرا اخر حاجه. تمام. ادي كده الايفيدنس اللي جمعها، مجموعه الادله اللي جمعها. مثلا الشمس بتتحرك الحركه كذا، وبعد كده الارض بتتحرك الحركه كذا. يبقى انا الكليم او الادعاء اللي انا عملته في الاول صح. الريزنينج، الادعاء كان صحيح ان الشمس بتشرق علشان خاطر حركه الارض، مش عشان خاطر حركه الشمس نفسها. وده بسبب الريزنينج بتاعي ايه بقى، التعليل لصحه الادعاء بتاعك ده، ان حركه الارض من الغرب للشرق. سي اي ار موديل. سي اي ار زيه زي الكي دبليو ال، ببتديه في اول الحصه، بنتهيه في اخر الحصه. ماشي. حلو قوي الاكزامبل اللي محطوط ده يا مس سناء، شكرا جدا. تمام. هنرجع تاني، ادي الكي دبليو ال اهي، ادي الكي دبليو ال. تمام. ببتديها what you know what you want to know what you have learned. ماشي. اخيرا السي اي ار claim evidence reasoning. تمام. ديمو للانجليش، يبقى هتطبق الكالمينيتنج اكتيفيتي وهنتكلم عليه in a second. هقول لكم دلوقتي in a second، هطبق لكم طريقه
تمام. و آه، 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 يعني انا هطبق طريقه عشان تكالمينيت الورك شوب بتاعتي. ممكن تطبقي زيها بديمو لو في انجلش يا مريم. ماشي. دي بقى كل ستايل احنا اتعلمناه في الاكزit تيكتس، وايه الحاجه المناسبه ليه، وايه الادله اللي بتتجمع لي. ماشي. وصيغه السؤال اللي انا بساله ممكن تاخدوا سكرين شوت كده لده. كده كده هنبعت لكم الباوربوينت ده، هخلي مس ساره تحطه على الويب سايت. تمام. فده كده حاجه زي ايه، سمري سريع. حاضر من عينيا. سمري سريع كده للي احنا قلناه. الايفيدنس مطلوب لو انا عايزه اعرف هم يقدروا يعملوا اسئله ولا لا، او هل عندهم فجوات في التعلم. يبقى اكزامبل للاسلوب المناسب ليه 3 دبليو اتش كويستشنز. بقول لهم بليز اعملوا لي اسئله وات وواي وهاو عن المحتوى التعليمي. رقم 3 سنتسز، تلخيص الفكره في كلام من عندهم، من مخهم، ده اسمه سينثيسيس. ماشي. ده ال1 مينيت اساي تكون ممتازه ليه على فكره. 1 مينيت اساي تبقى حلوه جدا 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 يا مريم في الانجليش. ماشي. البرومبت ادوني what is the most important idea. Why do you think this is the most important idea؟ ايه اهم فكره في التكست اللي احنا كنا بنتكلم عنه النهارده، او في البيت الشعري اللي احنا كنا بنتكلم عنه النهارده، وليه انت شايف ان دي الفكره الاساسيه. رقم اثنين التشينج ان ليرنينج، هو اتغير انت عمليه تعليميه، هو كان عارف ايه وبقى عارف ايه دلوقتي. فده بيبقى حلو ليه الاثنين على فكره، كي دبليو ال والسي اي ار. what you want to know what you know already what you want to know what you have learned. الابديت في ال واحده بس في الدبليو what you want to know حاجه تاني انت لسه ما عرفتهاش. تمام. مس ساره دلوقتي بعتت لكم الفورمز على بتاعه الشهادات، على بتاعه الحضور، على الشات. بعد اذنكم خدوا البتاع دوت، خدوا اليو ار ال بتاعها. الريزنت اكسبلانيشن، هو فهم وفهم ليه عن طريق السي اي ار موديل، الكليم والايفيدنس والريزنينج. خدها يلا بقى. ماشي. بكره بقى وانت داخله بقى الكلاس روم بكره، او في اول حصه او في الديمو الجاي اللي انتوا هتعملوه. يلا بقى ابتدي قولي انت هتعملي ريتيتش ازاي. ماشي. بعد ما تجمعي ادله من الاكزit تيكتس دي، ايه اللي محتاج جايدد براكتس، يعني ايه اللي محتاج تدريبات زياده عليه. جزء اللي انا شرحته ايه التدريبات الزياده اللي انا ممكن احطها، وايه اللي انا اوسع المفهوم عنه او انا نجحت فيه بنسبه كبيره فاقدر ازود على العمليه التعليميه، اتنقل للخطوه اللي جايه بيه. تمام. ده كده ببساطه شديده اللي احنا جزء من اجزاء الايفيدنس اوف ليرنينج اللي احنا اتعلمناه النهارده. تمام. اخيرا وليس اخرا، نمسح الكيو ار كود. ماشي. دي واحده من الحاجات الظريفه للولاد الصغنططين. ماشي. بس انا بس زودت عليها بالنسبه لكم. الولاد الصغنططين بدلهم 3 الوان. ماشي. كانوا لسه بنسال على كيجيز 3 الوان، اخضر واصفر واحمر. اخضر I can now، انا اقدر اعمل ايه، اقدر اجيب كلمات بتبتدي بحرف الالف او كلمات بتحتوي على مد بحرف الالف، او اقدر اعمل مالتيبليكيشن لرقمين تو ديجيت نمبرز، ارقام بتتكون من جزئين او رقمين. صح. تمام. واليالو انا مش عارف ازاي اعمل ضرب للارقام اللي بتتكون من 3 خانات. تمام. وراد انا ما فهمتش عمليه الضرب اصلا، او ما فهمتش لما الميس قالت نضرب الرقم الثاني في الرقم الاولاني ازاي. تمام. فدي ممكن اديهم الساينس دي. لو حد رافع الرد اقول له ها what didn't you understand، ايه اللي انت مش فاهمه، اقدر اعيد تاني واعمل ريفلكت عليه. بس انا زودته لكم شويه، محطوط زيه بالظبط في البادلت. ممكن نخش على بادلت علشان خاطر تقولوا لي بقى هل جرين يالو ورد وقد ايه كل واحد. ماشي. مسحنا ولا لا. انا هبعت لكم الاثنين بادلت دلوقتي. ماشي. بس البادلت عندنا. يلا بقى الريفلكشن الجميل بتاعكم. عايزين 2 ستارز انا وش 2 ستارز يعني. ايه فكرة من الافكار اللي احنا جبناها النهارده. حاضر هعمل لكم لينك البادلت، هو البادلت ده هو اللي مهم عندي. هحط لكم اللينك بتاعه حالا.
ده لينك الفيدباك بتاعكم. ثواني اجيبه لكم. طيب انا هوقف السلايد شو عشان احط لكم لينك البادلت الاخير بتاع الريفلكشن. تو ستارز انا ويش بقى. يلا قولوا لنا اول حاجه فكره واحده انتوا اتعلمتوها. ماشي. جزء واحد انتوا لسه محتاجين مساعده فيه او محتاجين اعاده فيه. تمام، انا هو ابعته على آه، اوكي. هو انا for some reason I cannot send. سارة بعد اذنك ممكن تبعتي، انا هبعت لك اللينك لان انا for some reason I cannot send على الشات. طيب ابعتيهولي يلا مش ممكن. جماعة لينك الشهادات عندكم في الشات اهو، سجلوا. بعتهولك. شكرا. يلا تو ستارز انا وش حاجه امنيه للورك شوبس اللي جايه. تمام. عايزيننا نعمل ايه او نحسن ايه في الورك شوبس دي. شكرا جدا 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 ليكم، واتمنى اكون افدتكم. واتمنى ان انا ما اكونش ضيف تقيل عليكم. احنا كده خلصنا. Can we stop احنا recording؟ خلصنا. هستوب ريكوردينج ونستنى شوية بس يملوا البادلت ويسجلوا الاتندنس. ايوه. ثانية واحدة. هوقف الريكوردينج بس. اوكي.